ليه المطاعم ما تتعاقدش مع جمعية خيرية مثلا زي بنك الطعام مثلا، والأكل اللي بيفضل من الناس اللي بتاكل في المطاعم بره يتلف بشكل حلو، أو يتعمل وجبة بشكل حلو، حتى لو زبون المطعم هيدفع فلوس زيادة أو خدمة زيادة، ويتسلم ليهم يتوزع على الناس المحتاجة. موضوع ملوش علاقة بمجالي خالص، بس استفزني قوي. كنت في مطعم وطالبة أكل، وطبعا احنا عارفين المصريين بيحبوا يعملوا أكل بوفرة، فأنا مش هاكل كل كمية الأكل دي، أكلت خلاص شبعت. وهو شال الطبق من قدامي، لسه هقول له لفه، قال لي أنا آسف أنا رميته، حضرتك ما قلتليش قبل ما أشيل الطبق. يعني هو دخل المطبخ ورجع لي يكمل، فأنا بقول له لفه، يقول أنا آسف حضرتك ما قلتليش، فأنا رميته في الزبالة. طبعا احنا عارفين ان ممنوع المطعم يبيع الاكل مرتين، يعني الاكل اللي فايض منك ده كله حتى لو انت ما اكلتش غير معلقه واحده بيترمي في الزباله، وبتوع المطعم ما بياكلوش ولا حاجه. ما اعرفش، الناس بيقول لك لا اللي بيشتغلوا في المطعم بياكلوه، لا هم مش بياكلوه. هو قانونا ممنوع يبيع الحاجه مرتين، مش هيخرجها يبيعها لحد تاني، وممنوع هو ياكلها، فبتتاخد من سيادتك كده تترمي في الزباله، وده اسمه سفه واحنا هنتحاسب عليه. فشديت قصاده وقلت، قال لي اصل انت ما قلتليش، وانا خلاص عشان احط الطبق في الحوض فتترمى في الزباله. فليه بجد المطاعم ما تتعاقدش مع جمعيات اهليه زي حاجه زي بنك الطعام كده، او اي جمعيه خيريه ايا كانت، الاكل اللي بيفيض من زباين المطعم حتى لو هتدفعني انا خدمه زياده، بحيث ان الباقي ده يتعمل كانه وجبه جديده وبشكل حلو، وتتوزع على الناس محتاجه. وخصوصا في الايام دي، يعني الدنيا بقت صعبه على الناس كلها، وفي ناس فعلا ما مش لاقيه تاكل، بدل ما بيترمي في الزباله.